ليلة العيد وقفت سيدة أمام مسجر كبير تباع فيه اللعب المختلفة الأنواع، فرأت لعبة فدخلت المغازة وأخذت تساوم التاجر لتشتريها لولدها الصغير، ولكن الرجل كان يغالي في الثمن، فعرفت أنها لا تستطيع أن تشتريها، فوقفت حائرة مترددة. ولما تذكرت أن ولدها يترقبها في المنزل لتعود إليه بلعبة العيد، صعب عليها أن ترجع إليه فارغة اليد، فمدت يدها إلى اللعبة وسرقتها، ورجعت إلى المنزل وقلبها يخفق من الخوف والسرور. لكن صاحب المغازة كان لها بالمرصاد، فرآها عندما سرقت اللعبة، فتبعها وعرف منزلها، ثم ذهب إلى مركز الشرطة وأتى معه بعونين للقبض عليها. فدخلوا عليها فجأة وهي جالسة بالقرب من ولدها وهو يلعب بلعبته الجديدة، وهي تنظر إليه بكل غبطة وسرور، فانتصبت واقفة مصفرة الوجه مرتعدة الأطراف شاخصة العينين. فجمد التاجر أمام هذا المنظر المؤلم وبقي يفكر في نفسه، ثم التفت إلى العونين وقال لهما: أطلب منكما العذر، إنني اتهمت هذه المرأة، فأنا لا أبيع هذا النوع من اللعب.